تعليم سلس سهل بالكو طويل مريح. اديتوني الثقه الصراحه اني امسك الدركسيون تاني واسوق. ايه رايك في الدنيا عندنا والتدريب والنظام والحصص كل ده؟ ملتزمين بالمواعيد وكل حاجه، والحمد لله اتعلمت وبقيت كويس وبقيت عارف كل حاجه في العربيه، وبقيت بمشي بعربيتي وعربيه اي حد تاني بمشي بيها برضه مفيش مشكله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. تجربتك عن السواقه عندنا كانت مختلفه شويه عن التجارب اللي قبل كده. انت كنتي حكيت لنا انك انت رحتي قبل كده لحد دربتي معاه كام حصه كده، بس طلعتي يا مولاي كما خلقتني. ده حقيقه. تمام. ايه اللي انت شفتيه عندنا؟ ايه اللي خلاكي تسوقي؟ ايه اللي خلاكي تبقي ماسكه الدركسيون كده ومتحكمه وسايقه بالراحه وتركيز؟ والله انتوا عندكم التعليم سلس سهل بالكو طويل مريح. اديتوني الثقه الصراحه اني امسك الدركسيون تاني واسوق. تمام. حتى الطلعات والوقوف والزحمه بقى حاجه عاديه دلوقتي عندنا. يعني احنا لما دخلنا طنطا والزحمه والكلام ده ما كانش فيه اي مشاكل. لا كان تمام. طيب ما كنتش خايفه حتى من الزحمه. جميل. طب انا هسألك كمان سؤال. اتفضل. انت كان عندك هاجس من حاجه اسمها الطريق السريع. من السرعه. انت دلوقتي وانت ماشيه على الطريق السريع، واحنا دلوقتي الساعه 3 اهوت العصر، ايه رايك في المشي والسريع والناس اللي جنبك بتجري كده والكلام ده كله؟ ايه رايك فيه دلوقتي؟ ايه الاحساس اللي هو وصل لك؟ التعامل ازاي؟ التحكم في العربيه، الراجل اللي قفل علينا مره واحده دوت، الحاجات دي كلها كانت بالنسبه لك هاجس كبير، خوف. تمام. لا دلوقتي الموضوع اسهل بكتير الصراحه. لا سهلتوا الموضوع جامد وكان الموضوع اسهل بكتير. تمام. مش عايزه اقول ان انا كنت مكبره الموضوع، بس يعني في جزء ان انا كنت مكبره الموضوع وانتوا سهلتوا لي كتير قوي. تمام. انت كنت دلوقتي ماشيه قبل التهديه ديت على الغيار رقم 5. تمام. وكنا جايبين لحد ال80 وبعد كده دلوقتي هدينا، صح؟ علشان الايه؟ عشان في مطب. علشان في مطب والعربيه قدام. صح كده؟ تمام. برافو. وهنقف خالص عشان الراجل اللي ايه هيقفل علينا ده، وبعد كده هتجيبي طبيعي الاول عشان نبتدي من اول وجديد. برافو. جميل. يلا نطلع. برافو عليكي ما شاء الله. شرفنا جدا بحضرتك. شكرا. واتشرفنا بالتعامل معاكي. تمام. ومتشكرين على الريفيو الجميل. قولي للناس بقى باي باي. باي باي. طب قولي انت كنت عايزه تقولي ايه؟ لا كنت هقول لك انا اتشرفت بيكم والله، وفرحانه اني اتعاملت معاكم. تمام. احنا اسعد. فخوره بالتجربه دي. تمام. تقول للناس باي باي بقى. باي باي. باي باي. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ واخبار السواقه على عربيتك ايه؟ تمام الحمد لله. انت عرفتنا عن طريق البيج. ايه لقيت مصداقيه في الكلام اللي انت شفته ولا ايه؟ لقيت مصداقيه وناس كويسه وناس محترمه، والحمد لله اتعلمت وبقيت كويس وبقيت بسوق في شارع البحر في اي مكان بسوق كويس، سواقه ومشي بالعربيه وكل حاجه. احنا دلوقتي طالعين الكوبري اهوت، وكنا دلوقتي في عز الزحمه في طنطا ودخلنا ولفينا وكل الدنيا تمام. ايه رايك في الدنيا عندنا والتدريب والنظام والحصص كل ده؟ لا في ملتزمين بالمواعيد وكل حاجه، والحمد لله اتعلمت وبقيت كويس وبقيت عارف كل حاجه في العربيه، وبقيت بمشي بعربيتي وعربيه اي حد تاني بمشي بيها برضه مفيش مشكله. تنصح الناس بينا يعني؟ اكيد طبعا. بجد؟ والله اكيد طبعا. ناس كويسه ومحترمه وكابتن مؤمن يعني الشخصيات المحترمه جدا. تسلم. والحمد لله يعني اتعلمت كل حاجه في وقت بسيط، وقت قصير جدا. انما السواقه سهله. السواقه سهله جدا جميله ومفيش فيها اي مشاكل. اي حد خايف يتعلم في دريفت تعليم قياده السيارات. قياده السيارات.
احنا متشكرين على الريفيو الجميل ده، ويا رب بالتوفيق كده دايما، ونشوفك كده بقى المره الجايه. بقى انت هتيجي عشان نتعلم الدريفتات، ما عادش بقى تعليم سواقه، هنتعلم دريفتات بقى بجد، نخمس بالعربيه ان شاء الله. شرفنا من دلوقتي. نخمس من دلوقتي. صباح الخير يا درفتاويه. معانا النهارده الباشمهندس احمد الصاوي. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا هندسه؟ عامل ايه؟ اخبار السواقه ايه؟ انت كنت الاول يعني حته السواقه بالنسبه لك كانت حاجه مخيفه جدا، صعبه. ايه دلوقتي بقى كده وانت سايق ما شاء الله لوحدك كده وجايب الغيارات واول وتاني وتالت ورابع؟ الحمد لله ماشي اهي، الحمد لله زي الفل. وعلى السريع. ايه بقى انت شفت السواقه صعبه معانا؟ لا السواقه حلوه بما يرضي الله. لا والله حلو جميل زي الفل. الدنيا سهله. الدنيا سهله. بنطبق القواعد اللي احنا خدناها وبنمشي نلاقي ان الدنيا بسيطه. صح كده ولا ايه؟ صح كده. طب تنصح الناس بايه بقى كده وانت سايق؟ لا اليوم ما يجي يتعلموا في دريفت. طيب الحمد لله والشكر لله. اللي عايز يتعلم في دريفت. طيب في حاجات تنبه الناس عليها ولا حاجه حابب انك انت مثلا تنبههم عليها؟ مثلا الناس اللي هي بتروح اماكن ويقول لك انا بطلع من اول يوم في الزحمه وعلى السريع، الحاجات دي ما فيهاش خطورات؟ لا واحده واحده والدنيا هتتظبط معاك، وما تستعجلش على اي حاجه، كل حاجه هتيجي في وقتها. كل حاجه بتيجي وقتها، بس بعد ما نطبق حاجات معينه بعد ما عشان تتعلم الصح الدنيا صح، عشان ما يحصلش حاجات اكبر من اللازم. بالظبط. تمام. اكتر من اللازم، لان احنا ما نفرحش بالسواقه من اول يوم في الزحمه نلاقي بعد كده مشاكل اكبر. لا احنا لازم كل حاجه تتاخد واحده واحده. صح كده؟ صح كده. تمام. ماشي ما شاء الله عليك اهوت، وماشي الله اكبر عليك.